السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل وصفة يعني من احلى الوصفات واخف الوصفات، هو الستيك. طبعا انا كنت مسجلة الفيديو بصوتي عادي خالص، فحصل ان حصل دوشة يعني بره كده، وحصل معايا ناس شغالة وشنيور عند الجيران، فانا رحت على طول فاصلة الصوت لان انتوا ما كنتش هتسمعوا صوتي. بعد ما سجلت الفيديو في نص الفيديو ابتدى بقى ايه الصوت والدوشة. فهنا بقى ايه، خلينا في الفيديو. انا هنا بقول لكم ان انا عامله النهارده ستيك. احنا بنعمل الفراخ كتير، بس النهارده قلنا نغير وصفاتنا لان انا بحب اعمل فراخ كتير يعني عشان الولاد، انتوا عارفين الاطفال. هنا بقى هنعمل ستيك، ومعايا بصل ومعايا ميه البصل ومعايا فلفل اسود ومعايا ملح. طبعا البصل ده احنا هنستخدم نصه او جزء منه في الستيك، والباقي لبقيه الاكل اللي معايا، يعني هو مش متصور معايا، احنا مصورين بس الستيك. انا هنا استخدمت مية البصل وحطيت عليها الملح والفلفل الاسود وبس. تمام، هقلب بقى الستيك كده، الشرايح اللحمة بتاعتي. اللحمة دي يا جماعة انا يعني ما بغسلهاش، انا شاطفة كده سريعة، شاطفة كده مكان ايد يعني الناس او ايد الجزار او اي حد يعني. تمام، شاطفة سريعة، لان احنا في الاساس احنا المفروض ما بنغسلش اللحمة. تمام، تبلتها بقى وسبتها نص ساعة. ده كان هنا بعد نص ساعة، يعني انا عملت حاجات تانية في بقية الغدا وسبتها، وبعد كده رجعت لها تاني. هنا بقى حطيت يعني مكعب كده من الزبدة، بنضحك على الرجيم، وحطيت بقية الكمية زيت زيتون. تمام، حطينا الزيت كده وهنخلي الصينية لما تسخن. وبعد كده احنا عايزين الصينية تسخن عشان شرايح اللحمة ما تسردش المية اللي فيها، انا عايزاها تحتفظ بالمية فيها عشان تفضل شرايح اللحمة طرية، ما تبقاش ناشفة، ما تبقاش مجلدة. تمام، فعايزه اول ما احط شريحه اللحمه كده في الزبده والزيت الزيتون تغلي زي ما انتم شايفين كده، اقفل مسامها ما تنزلش ميه. هنزل بقى بالشرايح كده جنب بعض. طبعا شرايح اللحمه دي بتقولي للجزار انا عايزه شرايح لحمه ستيك. الستيك ده ما بتاخدش سوا خالص، يعني هي اخرها نص ساعه على النار، كمان على نار هاديه. انا هنا حطيت الشرايح اللحمه جنب بعض، وزي ما قلت لكم على نار عاليه او نار متوسطه، بس اهم حاجه تكون الصينيه سخنه. هنا كانت اللحمة اخدت لون، ما على فكرة يا جماعة، يعني كل 5 دقايق بقلبها على الوش التاني. خلصت الكمية بتاعتي، ده كان كيلو، خلصت الكمية بسرعة جدا. عشان كده بقول لكم من اسهل الطرق واطعم الطرق، يعني بجد. يعني بتاكلي لحمة، انا ولادي مش بيحبوا، يعني بيحبوا الفراخ اكتر، بس الوصفة دي هم بيحبوا اللحمة فيها. تمام، هنا بقى كنت خلصت كل الكمية، اخدت اللون ده زي ما انتم شايفين. بصوا بقى كمية، انا ما حطيتش ولا زبدة ولا زيت زيتون تاني، انا اكتفيت بالكميه اللي انتوا شفتوها. طبعا هي كانت نشفت خلاص الكميه، بصوا الصينيه بقت فله، شربت كل كميه الزبده والزيت اللي انا حطيتها. انزل بقى بحبه زيت زيتون كمان، وهنزل بقى بفصين من الثوم مفرومين اهم، وهنزل بمعلقتين كده من البصل المفروم اللي انتوا شفتوه معايا دلوقتي. وممكن تستغني عن البصل، بس انا بحب احط بصل، يعني بحب يبقى اكلي كله فيه بصل. تمام، هبتدي بقى ان انا اشوح البصله كده، ريحه التومه تطلع، بس مش عايزه البصل ياخد لون ولا عايزه التومه تاخد لون، انا عايزه بس ريحتهم تطلع. تمام، بعد كده نزلت بقى باللحمه تاني في الصينيه، وهنزل عليهم بشويه ميه، بس هنغطي عليهم ونقفلهم. هننزل بس بشويه فلفل اسود وشويه ملح، وهنغطي عليهم نقفلهم بالورق الفويل، وهنسيبهم يستووا على نار هاديه لمده نص ساعه. ايا كانت نوع اللحمه بتاعتك هتستني لما اللحمه تستوي، يعني سواء كانت ستيك او لحمه عاديه متقطعه شرايح، هنستنى لما تستوي. انا هنا غطيتها بالورق الفويل ورحت بقى اعمل حاجه جنب الستيك. انا هنا معلش بجد انا ما خدتش بالي ان الجزء بتاع يعني من اول المشروم ما تصورش، بس انا عامه ما عملتش حاجه غير ان انا حطيت مكعب زبده على برضو معلقتين من زيت الزيتون، ونزلت بفصين من الثوم المفرومين،
وبعد كده قبل ما التوم ياخد لون برضو ريحته طلعت، نزلت بشرايح المشروم، وطبعا ده مشروم فريش زي ما انتوا شايفين. انا يعني بعز قوي المشروم الفريش ده، مش بحب المشروم اللي هو المغلف او اللي هو في علب، بيبقى مفتفت كده وملوش اي لا منظر ولا شكل ولا اي حاجه. انا ما جربتوش في الطعم، لكن انا جربت ده فاحكم على ده. بجد شرايح المشروم دي تحفه جدا مع المكرونه. احنا هنا هنعمل صوص المكرونه، هنعمل وايت صوص. بعد ما المشروم اتشوح بالثوم والزبده والزيت الزيتون، نزلت كده بمعلقتين دقيق حسب كميه الصوص اللي انت عايزاه. انا نزلت هنا بمعلقتين دقيق كبار عشان انا هعمل رتل من اللبن. تمام، معلقتين دقيق على لتر من اللبن. هدي بقى ايه المشروم والدقيق كده تشويحة. طبعا هو تقل عشان الدقيق لما نزل على المشروم يعني كتل، بس مفيش مشكلة. بصوا اول ما نسيبهم يغلوا هيفك تاني، ونزلنا بكمية اللبن، بس نزلنا بشوية صغيرين كانوا في العلبة كده لوحدهم. تمام، دول يعني حوالي نص كوباية. هبتدي ان انا افك فيهم ال الدقيق والمشروم. حتى لو علبة اللبن مليانة ما ينفعش افضيها كلها، لازم احط شوية بشوية، افك اللبن والدقيق وبعدين انزل ببقية الكمية بتاعة البشاميل. تمام، جربوا البشاميل ده. عمركم عملتوا بشاميل بالثوم والمشروم؟ بجد تحفة. دايما بنعمل بشاميل المكرونة بيبقى دقيق وزبدة وننزل باللبن، لكن جربوا بقى ايه الصوص بالتومة. بصوا بقى انا هنا حطيت لتر من اللبن غير النص اللي انا حطيته ده. النص ده كان كده يعني في التلاجة اهو. بصوا بقى هنزل بشوية من الفلفل الاسود، وهنزل بشوية من الملح. تمام، وانا كنت حاطة على جنبي هنا جنب الصوص الابيض ده كنت حاطة حلة عشان اسلق فيها المكرونة. بحاول ان انا ايه افك المشروم من الدقيق عشان ما يكتلش ويبقى كلاكيع. انا نزلت هنا بقى باللتر من اللبن اهو. شايفين دي قطعة جبنة موتزاريلا. تمام، انا كان ممكن هنا انزل ب... بكريمة، يعني كريمة طهي، بس انا ما كنتش عايزة الاكلة النهاردة تبقى تقيلة، فاستكفيت بقطعة من الجبنة الموتزاريلا وكوباية من الزبادي. هسيب بقى الوايت صوص او البشاميل على نار هادية، الجبنة تسيح. انا بوريكم الكريمة اهي. طبعا انا كان ممكن احط منها، بس انا عايزة بما ان انا عاملة يعني الوايت صوص بالزبدة وزيت الزيتون، يبقى انا معناه ان انا مش عايزة اكل تقيل، فكان ممكن احط كريمة طهي. فانا قلت ايه استخدم اخف بديل كريمة الطهي. اعرفوها مني، بديل كريمة الطهي قطعة جبنة موتزاريلا وكوباية من الزبادي. جربوها على البشاميل. انا هنا سبت البشاميل على النار تمام لغاية ما تقل معايا وبقى قوامه مناسب. وهنا كنت سلقت المكرونة، طبعا المكرونة مسلوقة عادية خالص. وقلبت عليها شوية برضو من زيت الزيتون بعد ما اتسلقت، وحبة من الفلفل الاسود كده بيطعم المكرونة جدا. وهنا بقى الستيك كان استوى وشرب كمان المية اللي احنا كنا حاطينها. بصوا يعني استوى وملزقش الحمد لله، وخد برضو لون حلو جدا. واهم حاجة ان هو سواه كان تحفة، يعني اللحمة كده كانت تحفة. هنزل بقى. بصوا انا مش قادرة استغنى عن الكريمة. انا ما كنتش المفروض ان انا انزل بكريمة خالص، انا ينزل بكريمة كتير يا ما احطهاش خالص، بس انا ما قدرتش. حطيت بس ايه كده يعني شاء كده من الكريمة يطعم لي بس الايه اللحمة. ممكن تاكليها كده من غير كريمة خالص، اخف يعني. بس انا بحب اعملها بطريقة البيكاتا، بحب احط كريمة كتير. يعني انا ممكن افضي نص كيلو من الكريمة على وصفة اللحمة دي. بس انا يعني استكفيت برشة كده طعمها، لان الكريمة دي بتبقى تحفة قوي، وانا برضو ما كنتش عايزة اتقل الاكلة يعني. هنا بقى بقلب المكرونة في زيت الزيتون والفلفل الاسود. وكان الستيك كان خلاص تمام. بعد ما حطيت له الكريمة سيبته يغلي غلوة واحدة بس، يشرب كده من الكريمة، وطفيت عليه. تمام اهو. شايفين بقى المكرونة اكلة ولا في الخيال. وده الصوص اهو تقيل وبقى زي الفل، والستيك كمان. وكده يبقى وصفتنا النهاردة خلاص خلصت.
لكن وظيفتنا لسه ما خلصتش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.